هنعمل مع بعض دلوقتي فطاير جميلة جدا بديل للخبز، صحية ومشبعة جدا جدا لأن هي غنية بالبروتين وغنية بالألياف، مناسبة للدايت والكيتو دايت والمرضى السكري وحساسية الجلوتين، وسعراتها الحرارية قليلة جدا. هنحتاج في الوصفة 3 معالق كبار بمعيار معلقة الطعام من الزبادي. بالنسبة للكيتو دايت بتستعملوا زبادي يوناني، بالنسبة للدايت العادي أي نوع زبادي. وبعد كده حطيت عليهم بيضة صغيرة وشوية بسيط من الخل ورشة ملح بسيطة. وكمان هحط دلوقتي البيكنج باودر، هنحط معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده. هنسيبهم دلوقتي على جنب، ومعايا نص كوب عياري من السمسم، ده سمسم غير متحمص، لو عايزين تستعملوا المتحمص مفيش مشكلة. نص كوب عياري سعة 125 ملي، وطحنته كويس بالشكل ده كده. وبعد كده هحط السمسم المطحون على الخليط بتاع الزبادي والبيضة، وهضيف عليهم دلوقتي معلقتين كبار بمعيار معلقة الطعام من السيليوم، ممكن تبدلوا السيليوم ببذر الكتان المطحون. وهرجع تاني اقلبهم مع بعض، بيكون معانا القوام بالشكل ده. هنغطي عليها ونسيبها من 10 ل 15 دقيقة لغاية لما السيليوم يمتص السوائل اللي في العجينة وتكون معانا كده. هنبدأ دلوقتي ان احنا نشكلها. جبت معايا كده طبق فيه معلقة واحدة او اقل من الزيت، زيت زيتون او زيت نباتي، وهبدأ بس اعمل مسح على ايدي كده من الزيت واخد كمية من العجينة وابدأ اشكلها بالطريقة دي كده. وبعد ما نخلص الكمية كلها نجيب اي شكل دائري، طبق او اي حاجة كده فورمة يعني، بحيث ان احنا نظبط الشكل في الاخر بالطريقة دي كده. انا جبت غطا كده وهبدأ ان انا اشيل الاجزاء الغير متساوية بحيث ان هو يديني شكل حلو. ودلوقتي هكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وهنا خلاص بعد ما خلصت الكمية كلها ادتنا 9 من الفطاير بالحجم ده، ولسه حجمها هيزيد شوية. هزينها بقى دلوقتي على الوش كده بشوية من حبة البركة، ممكن تزينوها بأي حاجة انتوا عايزينها. وبعد كده هناخد الفطاير دي وندخلها الفرن. تدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط من الفرن، بتقعد من 15 ل 20 دقيقة. أول ما تبدأ تتحمر من تحت بعد كده بنشغل الشواية علشان نحمر الوش بتاعها، وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده. بنسيبها تبرد شوية بس، وبعد كده بتكون جاهزة ان احنا نقدمها. وده شكلها معانا من جوه جميلة جدا ومستوية، وطعمها ان شاء الله هيعجبكم، وبجد بجد مشبعة قوي لان هي غنية بالبروتين والالياف. السعرات الحرارية للكمية كلها 510 سعر حراري، والقطعة الواحدة سعراتها 56 سعر. ما تنسوا، مناسبة للدايت والكيتو دايت والمرضى السكري وحساسية الجلوتين. ما تنسوش تشتركوا على قناتي مطبخ موني وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي.